السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. شايفين العيش البلدي الفلاحي وحلاوته وطعمه وريحته وجماله. شايفين فينش كيف، شايفين مفتوح كيف زي السندوتش، زي صبع الفينو بالظبط. شايفين شكله جميل جدا 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 جدا. بص شكله، ده الفلاحي الأصلي، العيش الفلاحي الأصلي المرحوح، اسمه العيش الفلاحي المرحوح. في فرق بين العيش الشمسي والعيش المرحوح. ده العيش المرحوح. يلا نبدأ الطريقة ونشوف. هنا يا جماعة أنا كنت حطيت 6 معالق مية، 6 معالق قصدي خميرة فورية، وحطيت معلقة ملح، وحطيت معلقتين سكر. ماشي، وحطيت معلقتين سكر. دول هدوبهم في مية باردة. ماشي، هحط 3 كوبايات مية باردة عليهم عشان الملح لازم يدوب في مية باردة. لو داب في مية مالحة العيش هيبرجع، يبقى فيه برجعات كده، براجيح حمراء. هدوبهم. المكونات دي يا جماعة ل6 كيلو دقيق. ماشي، هدوبهم في 3 كوبايات مية. ماشي حبايبي، هنا لازم ندوبهم خالص خالص خالص، ما يبقاش في اي حاجة من الملح ولا السكر، والخميرة تدوب خالص، لان الخميرة بتبقى زي الحاجات كده مبزغلة حاجات، فلازم تدوب. اول ما تدخل المية بتحسها بتكور كده، لازم تدوب خالص. يا جماعة الناس اللي تعلق وتقول لي دي تشطيب ولا بتاعة غسيل، لا دي جايباها ومشتريها ومخصصها للدقيق، لحليل الدقيق والخبيث. ماشي كده، هندوبهم خالص 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 خالص. وبعد ما ندوبهم خالص للآخر ما نخليش ولا أي حاجة، ولا ملح ولا سكر ولا أي حاجة. ماشي يا أخواتي. بعد كده بعد ما ندوبهم ونخلص خالص من دوبهم، هنسيبهم 10 دقايق. هنسيبهم 10 دقايق مع بعض. ماشي، عشان الخميرة تتفاعل مع السكر. الخميرة تتفاعل مع السكر، هتعمل فجافيك كده على وش المية. ماشي، أول ما تعمل فجافيك كده يبقى الخميرة اتفاعلت. يعني ايه بتتفاعل؟ يعني ما تخليش العيش يطول في الخمران، تساعده ان هو يخمر بسرعة. ماشي كده خلصنا. ماشي، وهجيب قماشة نظيفة اهو. ماشي، واروح مغطيها واسيبها 10 دقايق، عشان ايه؟ الخميرة زي ما قلت لكم تتفاعل مع بعضيها. هنا عدى ال10 دقايق يا جماعة والخميرة اتفاعلت. شايفين انتوا الفجافيج اللي طالعة، البجابيج اللي طالعة بين على وش المية. ماشي، بعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا، هننزل ال6 كيلو كلهم مرة واحدة، وهنعدم بكمية حركة 3 لتر. حركة 3 لتر بس. هو المية يا جماعة بياخد العيش ده، فرق بين الدقيق ده والدقيق ده، في دقيق صيفين وفي دقيق قمح، في على حسب نوع الدقيق اللي عندك اديله مية لحد ما انتي تحسيه مظبوط. هنكب ربع كوباية زيت في الخلطة اللي عملناها، الخميرة والسكر والملح، قبل ما نكب الدقيق. وبعدين اكب الدقيق، كمية الدقيق كلها 6 كيلو، انزلها كلها مرة واحدة. مش هنزلها بالتدريج، لا، هتنزل كلها مرة واحدة. ماشي حبايبي، لو نزلتيه بالتدريج العيش هيزغمد منك، هيبقى فيه زغميد كده، تلاقي حتة تخينة وحتة رهيفة، وهتلاقيه مكلكع منك خالص. حتى لو خمر ما هيبقى برضو مكلكع. فهماني؟ الكمية كلها هتنزل، ما هنخليش منها زي ما قلت لكم، ما نخليش منها بواقي. هنزل ال6 كيلو كلهم. ماشي حبايبي، وانت على حسب الكمية اللي انت عايز تخبزيها، عايز تخبزي كيلو 2 3 على حسب كل واحد وطبيعته في البيت، يعني هيخبز قد ايه. بس انا دي حاجة يعني بقى 6 كيلو عشان بحطه في الفريزر. ماشي، هنا نزلنا الكمية كلها بتاعت الدقيق، وهبدأ اعدل. هرش مية عشان برضو احط المية اللي انا عايزاها ومحتاجاها، ما احطش يعني ما اقعدش اعدل وهو الدقيق فيه كتير، لا، عشان ما يزغمطش برضو كلكع مني، لا، احط ميه زي ما انا عايزه واعدل، والميه تبقى جنبي. تحطي الميه على حسب ما يبقى هو مظبوط معاكي، قلتلك الميه على حسب نوع الدقيق. هفضل اعدل فيهم. اهم حاجه اهم حاجه تخدم العجين، لازم يملك خالص خالص خالص. العجين لو ما ملكش معاكي هيبقى سايب. ماشي، تمسكيها كده هتلاقيها زي الحاجه العايمه في ايدك. لازم يتملك يتدغن، ولو ما تملكش وتدخن ما تاخديش منه عيش.
هيفضل ملبك في ايديكي. ماشي. لو اول ما يملك العيش تحسي، اول ما تحسي العجين طلع من ايديكي مش ملبك كده زي ما هو في صوابعي كده، هتعرفي ان هو كده ملك. بصي بتدغن كيف، تعلموا. بصي تدغني العيش هنا دقيقة وهدخل لكم. لازم يتدخن العيش كده. انا بلم العيش بلته. دي اسمها الحركة، دي اسمها اللت، دي اسمها اللت العجين، دي لت العجين اهو. ماشي. لكن الدغين دغين زي اللي كنت بتضرب حد باللقميها زي كده. ثانية اوريكم الدغين تاني. بصوا كده العجين مش مملوك خالص طول ما هو ماسك في الايدين. طول ما ماسك في الايدين كده مش مملوك. اول ما يخلع من الايد وتلاقي الايد طالعه كده سايبه ما فيهاش اي حاجه، تعرف ان العجين ده اتملى، مليك كويس وبقى كويس خالص. ماشي. لازم العجين نخدمه كويس يا جماعه عشان ايه؟ تاخدي منه كل ما تملكيه وتظبطيه وتدخني فيه كده وتكتلي فيه، تاخدي منه عيش ويملك ويخمر بسرعه، وتحسيه كده عايزة تاكليه هو ني الرغيف. هنا لو في دقيق قدامك لازم تلميه كله بشوية مية. بصوا طريقة العجين للناس المبتدئة اللي ما تعرفش تعجن. انا عملت الفيديو يعني وقلت ان انا لازم هعجن العجين كله قدامكم عشان الناس اللي بتتعلم ما تعرفش تعجن خالص، او الناس اللي عايزة تتعلم تبقى تعرف بيتعمل ازاي. دي لازم نملكه كويس. ماشي يا حبيب قلبي. شايفين العجين لازم يتملك وياخد وضعه وطريقته. ماشي. بص الدخين اهو، الدخين بصي الدخين ده الدخين اهو. ويتلم العجين كل ما تدخني فيه كل ما تاخدي منه عيش يكون يعني حلو، تحس اللقمة كانشة كده في ايدك، ويكون حلو ومفتوح وطعمه جميل. بصوا جرته كيف. بصوا عشان لو في زغموضة ولا في اي حاجة حابة تكلكع منك للناس المبتدئة. شايفين لو مبتدئين وهيكلكع منك لازم تملكيه زي اللي كنا تجرد هدوم تغسل هدوم. بصوا عشان لو في حاجة العيش يدخل في بعضيه وما يبقاش سايب. شايفين حبايبي؟ شايفين العيش؟ الطريقة دي قلت لكم للناس المبتدئة. اللي عايز تتعلم العجين، العيش ده اسمه العيش المرحوح. في فرق بين العيش المرحوح وفي فرق بين العيش الشمسي. فيديو تاني ان شاء الله هعمل لكم العيش الشمسي عشان تتعلموه. هعمل لكم فيديو لتربية الخميرة تتربى ازاي، وفيديو تاني برضو للعجين وللخبيز والخمران العيش وللخبيز يتقطع ازاي ويتعمل ازاي. ماشي حبايبي. ده زي ما قلت لكم اسمه العيش البلدي المرحوح. اللي ما كانتش ست شاطرة ما هتعرفش تعمل، لانه ده يعني مش مشكلته في عجينه، مشكلته في رحه. ده بيترحى على مطرحه تقعدي تهزي فيه لحد ما يتفرد يتفرد. شايفين العجين ملك كيك. بصوا العجين بصوا زي الزبدة. شايفين بصوا طلع من الايدين كيف بسهولة. شايفين انتوا؟ مش زي ما كان لازق في الايد. شايفين زي العجينة، يعني عجينة زي الملبن. بصوا. وتخلي سيف حلتك نظيف كده. بصوا مش تخلي العجين ملطخ منك في كل مكان، لا، تنضفي حلتك وترتبيها عشان لو حد شافك وانت بتعجني ما يعلقش عليكي، يقول لك لا ده مش نظيفة، بصي حلتها مش نظيفة، بصي كذا. مش شايفين العجين؟ شايفين العجين ملبن والله العظيم ملبن. شايفين ما لزقش كف الصوابع، عشان كده ملك وخد وضعه وخد حقه كده يعتبر. بصوا شكله. بصوا عامل كيف. بصوا بيتقطع كيف البوكيه. بصوا عامل كيف كده خد وضعه. بصوا قطع الرغيف اهو. بصوا الرغيف اهو كده طريانه مظبوط، ولا تخين ولا طري. مظبوط كده، مظبوط يعني ولا تخين ولا طري. شايفين بيطلع كيف من العجين من الصوابع. بص ايدي في ايدك ازاي، عشان كده ملك. ماشي كده هنلم اللمة الأخيرة ونتشهد عليه نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
عبده ورسوله، وليكن منك لقمة تكون مباركة بإذن الله. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لحدك ما سلموا كده، ورش عليه شوية مية صغيرين من فوق ودبدبوا بيهم، فاهمة؟ واسحب ايديا منه بقى واروح ركناه. بصوا ازاي سوشه كده. شايفين انتوا الفرق؟ شايفين كمية العجين بكتير قد ايه في الحلة؟ شايفين الكمية قد ايه؟ شايفين مسافة قد ايه كبيرة؟ ماشي، شايفين يا جماعة؟ بصوا اهو كده، ادي العجين كده خلص، كده العجين خلص. هغسل ايديا بس كده وهغطيه وهظبط الدنيا كده. شكله بصوا شكل العجين انا عايزاكم تعرفوا بس وتحفظوا كمية العجين في الحلة عشان تعرفوا خمرانه. ماشي يا حبايبي، اديني كده حطيته وكده. هجيب خلقة نظيفة وهغطيه. ماشي، غطيته بخلقة وهجيب صينية برضو تاني واحطها فوقيه عشان يدفى، لان الجو بدأ يبرد. بصوا اللهم صل على النبي، سبته ساعة. بص بعد ما خمر، بصوا شايفين بيجي قد ايه؟ ساعة واحدة، ساعة واحدة وانا مغطياه وقافله الباب عليه في الأوضة دافية. بصوا بيجي شكله ازاي، اللهم صل على النبي. بقيت الحلة مليانة. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب المجارس اللي احنا هنخبز عليها، اسمها مجارس، هنحط عليها الرد او النخالة على حسب كل مكان وكل بلد. ماشي، بصوا هنعملها ازاي عشان اوريكم. نحط الدقايق الردادي كده، بصوا والفهم كده كده هيتملت. ماشي، هعمل واحدة واتنين وهوريكم عشان تتعلموا تعملوه ازاي. اهو بصوا تلف ايدك ما هتكون تلفي. ماشي، اخبطهم في بعض عشان لو فيهم حاجة ترابة ولا حفشة ولا حاجة. بصوا انا عملت واحدة واتنين واربعة اهو عشان تعرفوا. انا كده خلاص هعمل الكمية كلها يا جماعة اللي محتاجاها. ماشي، واروح وهروح اعملها. هعمل الكمية كلها وارتاح منها وافرطها على الارض. ماشي، هفرط الكمية كلها على الارض وعشان اعرف اغطي. ما ينفعش ان انا هرص المجارس كده على بعضها زي ما انا رصها، لا مش هينفع. لازم الكمية كلها تبقى مفروطة على الارض، لان انا ايديا هتبقى فيها زيت وهيبقى فيها عجين. مش هينفع كل يعني اقطع الرغيف وهبصه. ما ينفعش اقطع الرغيف واحطه واشيل المجرس واحط التاني، لا كده جنب بعضين مفرط. اقطع وارمي، اقطع واحط فوق المجرس، يبقى كل حاجة قدامي مفروطة. هنبدأ نقطع بقى واوريكم تقطعوا ازاي. هقطع لكم رغيف واتنين وتلاتة. هجيب الاول شويه ميه واحط عليهم نقطتين زيت عشان هي ده انه طري بيلزق في الايد، الزيت ما بيخلوش يلزق. ماشي اهو، انا بستعمل زيت جليه او الممتاز. ماشي، شايفين؟ بصوا هقطع واحد واتنين وتلاتة. اول حاجه هبل ايديا زيت بالميه واروح قاطع رغيف. بصوا حجمه ما يكونش كبير زي العيش الشمسي يا جماعه، ده حجمه بصوا صغير كيف اهو. بصي لما انا حطها على الزيت على ايدي بصي اتلفت كيف بسرعه. بصوا واروح حطها تاني في الزيت واروح بصوا هجيب على بقى المجرسة عشان اوريكم. همسكها بايدي شايفين، واروح الرغيف اهو اقلبه كده واروح ركناه. ماشي، اعمله كده واروح ركناه. ماشي حبايب قلبي، كل قطعة رغيف لازم ابل ايدي زيت عشان ما يلزقش في ايدي. ماشي اهو، بصوا ده قطيعه سهل مش زي العيش الشمسي. العيش الشمسي له طريقة معينة في القطيع. هجيب برضو المجرسة، انا رافعة المجرسة عشان اوريكم هي تعمل ازاي كده، واروح جايبة الرغيف عليها كده. شايفين اهو. شايفين حبايبي؟ هقطع لكم مرة تاني عشان تشوفوا وتعرفوا. بصوا شايفين اهو. هجيب المجرسة
ماشي، واحط عليها كده. انا بص هقطع الكميه كلها اللي انا محتاجاها، انا مش هقطع كل العجين ده، لا بص انا قطعت حركه 25 26 واحده. ماشي، هسيبه بقى، هسيبه على المكرسه. وبصوا زيت عيش تاني، زيت عيش انا هغطيه العيش ده، واغطيه واسيبه لحد ما اخلص دول. قرب ما اخلصهم اروح مقطعه دول، فاهمه؟ عشان يبقى اروح ورا بعضيه في الفرن باستمرار، وبحيث انه كله ما يبصش مني، لانه كده هو يعني مجرد ما انت هتقطعيه وتغطي ده وتبداي تعملي هيكون خمر على المجرسه تاني، لانه في خميره فوريه. انا هنا غطيته ماشي، وهسيب العيش ده يرتاح خالص ربع ساعه. هنا العيش ارتاح ربع ساعه، ومسحت الطبليه اللي انا بستعمل عليها الرح، ابدا اعمل عليها، ونضفت فرني ماشي. وهبدا ان انا ايه، ابدا اروح ولعت الفرن ومسحته ونضفته لا يكون فيها تراب ولا حاجه، واروح جايبه واقول بسم الله الرحمن الرحيم، واجيب حاجتي اجهزها، اجيب المطرحه بتاعت المرحوح ماشي. انا كده ميلتها وجبتها، وجبت مسحت الطبليه بيدي تاني زياده تاكيد لا يكون في حاجه كده ولا حاجه كده ماشي. هبدا اجيب رد واحطه على الطبليه، واجيب ايه المرحوح اهو، دي بتاعت المرحوح ماشي. وادي الرد جبت حطيته على الطبليه. وبصوا هوريكم ازاي. اول حاجه اجيب الرغيف كده على المجرسه، بصوا اريحه كده شويه، في اللي عايز كده يبدا بيريحه شويه، وفي اللي عايز يعمله مره واحده على المطرح عادي مفيش مشكله، كل واحد براحته ماشي. شايفين الطريقه؟ شايفين طريقه الراحه ازاي؟ شايفين الرغيف اتفرد كيف معايا ماشي؟ بصوا لو اتكلبشت منك كده ولا حد اتكعبش عادي فروتيه ما تعملش حاجه، وانت ياما هتبوظ منك واحده واثنين وثلاثه لان انت لسه مبتدئه. شايفين بتكبر ازاي؟ وعلى حسب كل واحد بطريقه راحه، وفي ناس بتلفها يمين وشمال وناس بتنفضها نفض كده. انا بعمل الاتنين، بس انا دلوقتي جايبه لك الطريقه السهله ان انت تساعدك تعملي بسرعه وما تتعجديش منها ماشي حبايبي. ماشي، انا هنا عملت واحده واتنين ماشي، والفرن شغال على طول جنبي ماشي، الفرن شغاله جنبي على طول. وعلى حسب، في ناس بتكبرها خالص، وفي ناس بتخليها وسط، وفي ناس بتخليها صغيره، على حسب كل شخص ماشي. يعني على حسب كل انتوا وطريقه اكلك، يعني بتحبي كبير بتحبي صغير بتحبي وسط عادي. ركزوا في الرح ازاي عشان تتعلموا. الناس اللي ما تعرفش ترح اتعلموا يا جماعه. في طريقه تاني برضه اقول لك عليها تعمل بس زي لو مش عارفه ترحي كده، في الفيديو اقول لك عليها بحيث انها تساعدك. هنا بصوا هوريكم ازاي ترموها في الفرن ماشي حبايب قلبي. عشان ايه؟ انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه بحيث ان الناس المبتدئه زي ما قلت لكم يا جماعه. شايفين شكلها عامله ازاي ماشي؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين حبيب قلبي؟ شايفين شكلها؟ شايفين اصلا حجمها بيجي ازاي لما سيبناها؟ بتتضاعف كل ما انت تتاخر عليها ان انت ترحيها، هي بتكبر. عارفين يعني ايه بتكبر؟ ومن اهم نجاحه وسر نجاحه الفرن تبقى سخنه. بصوا بقى هنا، انا كده كل اللي برحها يا جماعه بحطها في الفرن على طول تلقائي، برمي في الفرن على طول. بصوا في طريقه تاني، انا ممكن ابل الزيت للناس المبتدئه
واعملها كده افرطها، بس ايدك تتبل زيت عشان ايه ما تلزقش في ايدك. ماشي، يعني ممكن تعمليها كده ماشي وتكمليها كده شويه، يعني انت تساعدي نفسك، فاهمه؟ بصوا بلدك الزيت وتكبريها خالص، بص هتتفرط معاكي زي ما انت عايزه. بصوا في ناس بتفرطها كده برضه، شايفين بتكبر كل شويه بتكبر اهو، شايفين؟ لو اتكعبشت منك تتفرط عادي ما تعملش حاجه، انت بس اهم حاجه بالراحه. وزي ما قلت لك هتبوظ منك واحده واثنين وثلاثه عشان انت لسه مبتدئه، لكن بعد كده هتسلك الدنيا معاكي. شايفين الناس المبتدئه اللي عايزه تفرطها بايديها، اللي تقول أنا مش عايزاكم تتعقدوا، اللي تقول انا ما اعرفش اريح ما اعرفش الف، لا، مره في مره هتعمل. شايفين شكلها بقت قد ايه؟ شايفين؟ هوريكم بقى تحطوها ازاي في الفرن. وانا كنت حاطه كميه في الفرن، شايفين انا حاطه كام؟ 6 اهو. الفرن يعني فيها 6، ما هنحطش تاني غير لما نطلع واحده نحط دي مكانها، لازم تطلع واحده تتحط مكانها. ماشي، بس وانا جاي على المجرس تلك بقيت افرط واركن افرط واركن لحد ايه ما يطلع اللي في الفرن واروح حاطه مكانه. شايفين انا سايباها على المطرح اهي، وبعمل تاني وبريحه شويه كده نص راحه، وبعدين اكمله على المطرح. ماشي حبايبي، يعني لازم تتعلموا كده. زي ما قلت لكم اخواتي، دي قناتي قناه سناء، يوميات سناء. ماشي، وانا اسمي سناء. ماشي حبايبي، فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هيصلكم كل الفيديوهات باذن المولى تعالى. شايفين هنا كمان جنبلاتي الزيت ورحيتها كبرتها عشان ممكن نرميها على المطرح على طول واعملها، ممكن احطها في الفرن. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يكون كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.